السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح يوم جديد كده عند طيورنا وفيديو جديد، فيديو مهم جدا جدا. لو عايزة لسه تبدأي سلالة تعالي اعرفي أنا ببدأ سلالة جديدة ازاي، فربنا يكرمنا فيها ويرضينا منها يا رب على خير. واقول لكم شكل الامهات ان شاء الله باذن الله اللي انا اخترتها، او شكل البط اللي انا اخترت يكون امهات، واوريكم برضو شكل الامهات اللي شغاله بالفعل عندي عشان تعرفوا الفرق ما بين الشامورت وما بين اللي شغال. وان الشامورت ده لما يكبر هيبقى زي ده طبعا البط اللي هو الشامورت لسه ده عمره حوالي 4 شهور، ان شاء الله باذن الله يبيض معانا على 5 شهور ونص يكون باض، لان انا ذبحت نصهم وكان لسه النص ده. فطبعا لما جيت اذبح وقلت لحضراتكم بقيت استصغر حجم البطه اللي انا بذبحها، يعني الناس بتستكبر وانا بستصغر. ليه بقى؟ هو البط كله ما شاء الله مستوي معايا، عظمه مستوي ولحمته مستويه وطعمه زي العسل وحاجه كده زي الفل. فاذا اللي انا يعني اللي انا ذبحته واخترت منه العدد الاحجام والاوزان الصغيره ده كده كده مش هيكبر عن كده. ليه؟ لان هما كانوا وش اول لبطه، والبط الكبير اللي فيه كان وش برضو لبطه شغاله عندي بقالها مده. فوش اول لبطه شيء طبيعي هيكون الحجم الذكر بتاعها صغير وحجم النتايه برضو بتاعها هيكون صغير. فانا بقيت ان انا بس كله استوى زي بعض وعظمه استوى ولحمته استوت. فانا بقيت اسيب الامهات او النوتي اللي فيهم اللي عددها وزنها تقيل ان انا اسيبها. عندك ميزان هتوزن عليه هيتريحي دماغك جدا، بالميزان كده هتعرفي البطه الكبيره من البطه الصغيره هتذبحيها، الكبيره هتسيبيها للشغل عندك ان هي ترقد وتبيض. دي سلالة بط مسكوفي خليط، عشان بس اخواتنا اللي بيشوفوا الفيديوهات لاول مره يا ريت لايكات كتير جدا جدا جدا، لان اللايك بيفرق معايا في رفع الفيديوهات. وطبعا اللي مش مشترك معايا في قناتي الجديده اللي هي تربيه وبيع البط المسكوفي الخليط، ان شاء الله القناه تنال على اعجابكم. وبشكر كل اخواتي اللي راح اشتركوا معايا، وبشكر اللي لسه هيشتركوا برضو. ربنا يجازيكم كل خير ويوسع ارزاقنا وارزاقكم يا رب، اللهم امين، بالخير اللي تتمنوه، بالخير اللي يملى بيوتنا وبيوتكم يا رب. طبعا هنا كده بالنسبه لده انا هنا بحاول اركز لكم على حجم الذكر، وبحاول اركز لكم على حجم النتايه، واقول لكم ان اللي جنب بعض دول هناك كلهم حوالي 6 بطات كده، دول نوتي، دول انا سايباهم عشان اجربهم في البيض وفي الرقد. ممكن ال6 كلهم ما شاء الله يطلعوا كويسين جدا جدا وممتازين، وممكن ما يطلعش منهم الا 4 كويسين في الرقد وفي انهم يفقسوا البيض وتعرف تقلب بيضها وتعرف تحضن البيض بتاعها. فلازم التجربه. ليه؟ لان انا لسه ما جربتهمش ولا مره، لسه هسيبهم لما يجيبوا عمر 5 شهور ونص وابدا اجربهم. شايفين البطه البيضه دي؟ شايفين اللي وراها دي برضو بطه. انا بحاول اقول لكم برضو ان الوانهم مختلفه، ودي برضو الغالب بتاعها ابيض وفيها اسود، انما ده ذكر، ده اللي وشه بدا يسحب بحمار ده ذكر، واللي جنبه ده ذكر. طبعا انا كنت مقصقصه ريشهم عشان تكون بس عارفين، فانا لو كنت سايباهم بريشهم كنت هتلاقوا الريش عامل لهم هيئه تانية خالص، انما انا مقصقصه ريشهم من حوالي 3 اسابيع علشان ما يطيروش، لان لو طاروا خلاص مش هيرجعوا تاني. فهنا تكوني حريصه انك تقصقصي الريش بتاعهم. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو لو بالفعل بتستفادوا من الفيديوهات اللي بقدمها مع حضراتكم. ده كان البط الشامورت اللي وريته لكم. ده بقى ده البط الامهات. ده البط الامهات دي مجموعه، وهوريكم مجموعه تانية دلوقتي برضو. دول في مكان لوحدهم والتانيين في مكان لوحدهم، الاولانيين في مكان لوحدهم خالص. ليه؟ لان بحط كل عمر لوحده، حتى الجداد ان شاء الله باذن الله لما اصفي الكام بطه يعني الكام ذكر اللي هذبحهم فيهم، واسيب بس اللي هم الذكرين بتوع السلاله هسيبهم بقى في مكان لوحدهم على طول مع بعض، اللي هم من عمر بعض. ودول هيبقوا برضو زي ما هم كده لوحدهم. علشان ايه؟ علشان لما التانيين يجوا يشتغلوا خلاص ابقى عرفت بقى ان هم بداوا يشتغلوا بطه وسطعت للبيض، اتابعهم بقى، وهنتابعهم ان شاء الله الفتره الجايه مع بعض بكل التفاصيل برضو. هنا دول بياكلوا لوحدهم هم. ده ذكر اهو، ده كبير عندي شغال مطلعه منه البط اللي بتشوفوه على القنوات حاليا، والبط اللي اتباع الذكر ده، والذكر الابيض برضو ما شاء الله. والنوتي اللي معاهم دول برضو هم اللي شغالين عندي، وبرضو بصور عيالهم معاكم، هتلاقوا الاعمار بتاعتهم موجوده على القناه، وبنزل برضو بالاعمار بتاعتهم على القناه الجديده برضو اللي هي تربيه وبيع البط المسكوفي الخليط. ده اسم القناه الجديده يا جماعه. يا ريت الكل يدخل عليها كده ويشترك ويفعل اللايكات هناك ويشوف الفيديو، بجد تستفادوا كتير.
ده بقى ايه؟ ده ذكر تاني اهوت مع نتايتين تانيين في مكان تاني خالص. اذا انا مش سايبه ذكرين مع بعض في مكان واحد او 3 ذكوره مع بعض، هيفضلوا يضربوا بعض ومش هتطلعي بنتيجه كويسه خالص في التخصيب. فمن هنا بيكون هو التعامل ازاي مع كل عمر بط عندك. هنا دول بيبيضوا، عامله لهم عشتين للبيض. المجموعه اللي فاتت كانوا لسه مطلعين بط ولسه ايه في مرحله ان هم مريحين شويه، بيريحوا حوالي 3 اسابيع وبعدين يرجعوا يبيضوا تاني. فدول اللي بيبيضوا سايباهم لوحدهم مع ذكر، واللي هم برضو كده لسه هيبيضوا كمان اسبوعين ولا حاجه مع ذكر تاني. المهم ما تسيبيش البطه بتاعتك من غير ذكر عشان تبيض عندك على طول. ده اهم حاجه. طبعا البط الشمورت ان شاء الله باذن الله لما خلاص يكبر وكده هيبقى زيه زي البط ده كده. طيب البط عندك وشه مش احمر ليه يا مشاهد؟ سبحان الله يا جماعه، هي السلاله اللي عندي دي كده. بس لو مربيينه في مكان بينزل فيه شمس مباشر عليهم وقت طويل من اليوم، هتلاقي وشه سحب بحمار زي الدكر الابيض ده كده. هتلاقوا النتي وشها سحب بحمار. احيانا ممكن يكون عندي 6 بطات، واحده بس وشها يسحب بحمار والباقي لا. سبحان الله. المهم عندي ايه الفايده؟ ان هو ربنا يكرمني فيهم ويرضيني منهم ويرقدوا ويطلعوا. طيب انا لما باجي اجرب بطه، هل كل ذكر بيكون زي التاني؟ لا طبعا، وانا قلت لحضراتكم كده كتير، بيكون في اختلاف تخصيب كل ذكر مش زي التاني. فبالتالي لازم تجربي على الاقل ذكرين على ما تشوفي انهي واحد فيهم كويس. ده حاجه. الحاجه التانيه لازم تجربي النوتي. زي ما قلت لحضراتكم انا مثلا هسيب 6 غير القديم اللي عندي ده، ماليش دعوه بيه دلوقتي، انا بتكلم عن الجديد. هسيب مثلا، بديكم مثلا هسيب 6 بطات، هجرب ال6 ان شاء الله باذن الله يا رب على خير. هشوف بقى كل بطه ممكن يصادف 6 يبيضوا مع بعض، ممكن تصادف 3 يبيضوا و3 ما يبيضوش الا بعدهم ب3 اسابيع. هنا برضو الاختلاف في عمر البيض. ممكن بطه تبيض وتيجي مثلا بعد يومين تفصل ما تبيضش، وتيجي ترجع تكمل بيض بعدها ب10 ايام ولا باسبوع. ده شيء طبيعي ووارد. ليه؟ لان بيكون اول شغل للبطه، فبيبقى البطه يعني تتوقع منها اي حاجه. ممكن بطه بقى تلاقي ايه ربنا كرمك فيها كده، ومن اول بيضه بتظبط كده لوحدها وحجم البيضه كبير، وكل يوم بتجيب البيضه ببيضتها وتخلص وترقد وتطلع البط على خير وما تخافش منه ولا اي حاجه. بطه تانية تلاقيها بتخاف بتكسر البيض بتاعها، ممكن تلاقيها لا قدر الله بتاكل البيض. بس اللي بتاكل البيض ده يا جماعه بيكون عندها نقص كالسيوم ونقص بروتين، عشان حضرتك ما اسستهاش من البدايه صح على العلف. فبالتالي بتكون النتيجة غير مرضية تماما لما بتيجي ان هي تنتج معاكي، عشان نكون برضو ايه عارفين. في الاول وفي الاخر لازم التجربة هي اللي هتقولك هتسيبي انهي وهتستغنى عن ايه، يعني هتسيبي ايه وتستغنى عن ايه. ده اللي انا عملته مع الامهات القديمه دي كلها، والذكر القديم ده والذكر التاني برضو. وغير ان انا كنت بجدد كل فتره، يعني كل فتره تلاقوني بجدد الامهات اللي عندي والبط اللي عندي علشان اخد اعلى نتيجه من الوزن. انا عايزه وزن يكون ممتاز، وزن الذكر يكون ممتاز، ووزن البطه يكون ممتاز برضو. فكل ما عليتي حجم السلاله اللي عندك وسبتي سلاله وزنها اعلى، ربنا هيكرمك منها.